فاللي جمعنا اليوم يا اخواني في هذه البلاد الطيبه المباركه ترى جمعنا الدين فضلا من الله عز وجل ونعمه. الله يقول والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. اليوم في المجلس من القبائل من شمال المملكه وجنوبها وشرقها وغربها، من اللي وحدنا ومن اللي جمعنا بفضل الله عز وجل؟ ترى اللي كانوا مع الامام محمد بن سعود والامام محمد الوهاب رحمهم الله واللي كانوا مع الملك عبد العزيز يوم يوحد الجزيره ما كانوا يتعزون وينتخون باخو فلان واخو فلانه، لا، كانوا يقول خيارة التوحيد اخوان من طاع الله. فاللي جمعنا التوحيد وجمعتنا طاعة الله عز وجل ودين الله سبحانه، وفي اعناقنا بيعة لولاة امورنا. الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. في طاعة ولاة الامر واجبة في غير معصية الله. ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالانسان لابد كل منا اليوم في هذا البلاد ان يحافظ على وحدة الصف واجتماع الكلمة ولم الشمل. لا يأتي من يأتي اليوم يريد يفرق جمعنا ويريد أن يشتت الصف ويخالف بين القلوب. حنا رزقنا الله هذا الأمن والإيمان تحت إمام واحد رضيناه وبايعناه، لا بد نحافظ على هذا. قبل قرنين من الزمان كانت القبيلة تغير على القبيلة والرجال يذبح الرجال عشان شربة ماء، واليوم الواحد منا يذهب آلاف الكيلومترات مسافر يطلع من ديره ويدخل في ديره ويظهر من حد قبيله لحد قبيله هو آمن مطمئن ما يخاف إلا الله، لأن الله جمع الصف تحت إمام واحد. فهذه نعمة الاجتماع على ولاة الأمر. يرزق الله البلاد الأمن والإيمان، والنعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. واللي يشوف اليوم في اليمن إخواننا أهل السنة لما طغى عليهم هذا الباغي الظالم الفاجر الرافضي الخبيث الحوثي، وهكذا إيران وأذرع إيران في كل مكان. ترى إيران ما تدخل في بلاد إلا تفسدها، الروافض الفجرة ما يدخلون في بلاد إلا يفسدونها. إيران أفسدت في لبنان وأفسدت في الشام وأفسدت في العراق واليوم تريد اليمن. الحوثي يوم هجم على السعودية قبل 5 سنوات ثم رد الله كيده وبغيه، ذهب لليمن وعاد بعد أن أخزاه الله عز وجل، جمع قواه ثم استأسد الحمل لما استنوق الجمل. استضعف إخواننا في اليمن ثم أخرج المسلمين من دماج ثم ذهب إلى حجة وبعد حجة عمران ثم حاصر صنعاء ودخل صنعاء وأسقط الحكومة في صنعاء واحتل صنعاء عاصمة الحضارة عاصمة اليمن. اليمن اللي هم امتدادنا القبلي وقبل ذلك إخواننا في الدين والعقيدة، وحنا وياهم إخوان في الدين والعقيدة والعروبة وامتداد لهم، هم امتداد لنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأن الله سبحانه لما أنزل قوله سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. التفت النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي أبو موسى الأشعري وهم من أهل اليمن، أبو موسى قال هذا وقومه، يعني أبو موسى الأشعري يعني أهل اليمن. في اليوم نحتاج أيها الأخوة الكرام بعد أن أعلن خادم الحرمين الحرب على الرافضي الخبيث أن نحرص على وحدة الصف وجمع كلمة. ومما يثلج الصدور اجتماع الدول، إخواننا في الدول المسلمة في الخليج والدول العربية، بل حتى المسلمين من خارج العرب مثل تركيا ومثل باكستان، تراهم إخواننا في الدين. ولا فيه مسلم حر أبي شريف يرضى أن هذا الفاجر الرافضي الخبيث اللي ينال من عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويسب أصحابه ويحرف كتابه ويقتل المسلمين ويهد المساجد على رؤوس المصلين أن يحتل بلاد المسلمين. لا والله، وبشركم منهم منكوس مركوس إن شاء الله، وتعسا له وأضل الله عمله. الله سبحانه يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. نسأل الله يشفي صدورنا منه وأن يحفظ إخواننا في اليمن بحفظه، وأن يحفظ إخواننا المرابطين والعسكر والمقاتلين، نسأل الله يحفظهم بحفظه من إخواننا في هذه البلاد الطيبة المباركة. فقل أيها الكرام اليوم كل منا ترى رجل أمن، هو بالعسكري فقط رجل أمن، لا، كل منا رجل أمن. المعلم في مدرسته والطبيب في مشفاه والخطيب على منبره والداعية والصحفي صاحب القلم الحر والإعلام النزيه، كل منا على ثغر. حتى الشعراء اللي نصفق لهم في المسابقات وفي الأمسيات نحتاجهم اليوم. القريحة التي لا تثور ولا تكتب إلا في الخدود والقدود والعيون السود ولجت قضايا الأمة العظام الكبار خنست، لا بارك الله في القريحة. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر لحسان بن ثابت لأن الرسول جعل كل صحابي له مهمة في نصرة الدين. كل من الصحابة على ثغر، خالد بسيفه وحسان بلسانه. كان يقول يا حسان أهجهم، يعني كفار قريش، وروح القدس معك،
قال يا رسول الله أبشر فإن لي لسانا إن وضعت على حجر فلقه وإن وضعت على رأس حلقه. فقال الرسول إني منهم يا حسان، يعني تسب قريش وأنا منهم. قال والله لأستلنك من بينهم كما تستل الشعر من العجين. فكان المشرك من قريش إذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام ثم فر من المعركة يلحق حسان ببيتين، تلحق ما وصل مكة، أرض تقضي عليه ما وصل، يتمنى أنه قتل وما سمح البيتين ولا قيلت فيه. في اليوم نحتاج كل منا على ثغر، كل منا لابد أن يقدم في حفظ أمن هذه البلاد ونصرة إخوانه المستضعفين في كل مكان. أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد بأمنها وأمانها ولاة أمورها. ترانا محتاجين اليوم الدعاء، كل منا يدعو بأن الله يحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم توفيقه ويدلهم على الخير والرشاد، وأن الله يحفظ أمننا واجتماع كلمتنا ووحدة صفنا. ترانا بنعمة فقدها ناس كثير. ثم يدعو لإخوانه المستضعفين وإخوانه المرابطين من جندنا البواسل، أسأل الله يحفظهم ويوفقهم ويحقق جهادهم ويخلص نياتهم لله. ترى الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل مغنما، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخواننا في اليمن اليوم نقاتل معهم هذا الرافضي الخبيث نصرة، لأنهم استنصرونا، استنصرتنا الحكومة الشرعية هناك، وأهل اليمن أهل السنة المستضعفين. والله سبحانه قال في كتابه الكريم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأسأل الله أن ينصر أهل السنة وأن يرد الرافضي الخبيث، يرد كيده في نحره وأن ينصرنا عليه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.